السلام عليكم، ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بكم في يوم جديد وفيديو جديد. وحشتوني جدا من الفيديو اللي فات. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الزلابية او لقمة القاضي، طبعا من حلويات رمضان الاساسية. مفيش اختلاف عليها. ان شاء الله هنعملها بطريقة سهلة وبسيطة، وهقولك ازاي ما تنفش منك وتعمل منك كده اشكال فضائية في الزيت. وتطلع مدورة كده ومكورة حلوة، وما تاخدش منك ان شاء الله اي حاجة. تعالوا بقى نقول المقادير. معانا 3 كوبايات من الدقيق، ومعلقة كبيرة من الزيت. هحط الزيت طبعا على الدقيق وهركنهم كده على جنب. هحط كمان معلقة كبيرة من النشا ومعلقة كبيرة من الكاسترد. تقدري تحطي كله كاستر وتقدري تحطي كله نشا على حسب ما انت عايزة. بس انا حبيت الكاستر مع النشا علشان برضو بيديني تطعيمة حلوة، وبرضو بيديني لون اصفر حلو للزلابية قوي. لما بتتحمر بيكون شكلها جميل. تمام. حطينا بقى معلقة النشا ومعلقة الكاستر على الثلاث كوبايات دقيق على معلقة الزيت. هاخد معايا كوباية، هاخد 3/4 كده من المية الدافية، ومعلقة صغيرة من الخميرة، ومعلقة من السكر. طبعا مفيش اسهل من كده، عجينة سهلة وبسيطة. ولكن هي الحرفة بس في التشكيل وفي قوام العجينة نفسها علشان تديكي كرات تكون كلها قد بعضها. تعالوا بقى نقلب كده الخميرة مع السكر مع المية، طبعا ده اساسي مع بعض. والمية تكون دافية، ما تكونش سخن قوي علشان ما تبطلش مفعول الخميرة، وما تكونش ساقعة برضه علشان ما تتأخرش معاكي في التخمير. تمام. لحد دلوقتي كده تمام. لو وصلت بقى معانا في الفيديو لحد كده وشايفة انك هتستفادي من الفيديو، تعملي لايك وتعملي اشتراك وتفعلي زر الجرس على كلمة الكل علشان يوصلك مني اشعار بكل حاجة جديدة انا بنزلها. زي ما انتم شايفين قلبت الخميرة ومع السكر مع المية، وهحطها بقى على الدقيق والكاستر والنشا. طبعا انتوا شايفين كده حاجات صفرة ظهرت، طبعا ده من معلقة الكاستر اللي انا حطيتها. تمام. زي الفل. وده بقى بيديني لون حلو قوي وطعم كمان حلو للعجين. هبدأ بقى ان انا ايه، اعجن. طبعا هي محتاجة مية لسه، يعني دي كده احنا ما عملناش حاجة. احنا لسه محتاجين مية علشان تفك معانا اكتر من كده. هبدأ برضو انزل بالمية تدريجيا، علشان لو نزلت بالمية كلها مرة واحدة او بكمية مية كبيرة، وهاجي بقى ان انا احط يعني احط بقى المية واعجن، ولو سابت مني قوي او عملت شكل عجينة القطايف كده هيكون الموضوع مش حلو برضو. ولو زودت دقيق هيبقى انا لخبطت في المقدار، وكل الحاجات دي طبعا احنا كلنا فاهمين. فهنحط مية بالتدريج وهنعجن. طريقة العجن عارفين العجن بتاع ايام زمان اللي هو يعني ايه، زي بيقولوا عليه ايه، لت وعجن كده. بتشيلي إيه يعني العجينة مش بتعجنيها كأنك بتعجني عيش او مخبوزات. بتعجنيها بطريقة انك بتشيلي كده العجينة وتطرحيها، تشيليها وتطرحيها علشان تديكي عرق وقوام مطاطي حلو للعجينة. تمام. هبدأ بقى ان انا كده ايه، اعجن برضو زي ما انتم شايفين كده. دي طريقة العجن المظبوطة للزلابية او لقمة القاضي على حسب ما حضراتكم بتسموه. هبدأ برضو احط شوية مية علشان انا شايفة ان العجينة محتاجة شوية مية كمان. وابدأ بقى بعد ما احط المية كده ابدأ ان انا اعجن لما اوريكم القوام بتاعها المظبوط. زي ما انتم شايفين كده هبدأ ان انا اعجنها كويس. بنفس الطريقة اللي انتوا شايفينها دي. زي ما انتوا شايفين كده هي لازقة معايا زي دي، نفس طريقة العجن اللي انا بقولكوا عليها. نفضل نعجن بقى لما العجينة بتاعتنا تنعم، اكننا بنعمل مخبوزات. وان لما نيجي نعجن فيها كتير كده، يعني لما نلاقي العجينة منعفشة ونيجي نعجن فيها كتير يعني تبقى حلوة، مش محتاجة اي سوائل ولا اي حاجة، بس محتاجة عجن. فهي دي نفس النظام، كل ما تتعجن. شوفوا انا فصلت الفيديو وقعدت اعجن فيها زي ما انتوا شايفين. نعمت، شوفوا نعمت وعملت معايا ازاي ما شاء الله. ده قوام العجينة. الزلابية ما بتكونش خفيفة يا جماعة. لقمة القاضي ما بتكونش العجينة خفيفة، هي بتكون سايلة بس بتكون كده برضو متماسكة، علشان لما نيجي نشكل منها في الزيت
ما تعمليش اشكال بقى وسبعات وتمانيات والحاجات اللي احنا عارفينها دي، تبقى معانا كده كورة او دايرة زي ما حضراتكم شفتوها. هبدأ بقى العجينة هغطيها بكيس تلاجة، وابدأ احطها في مكان دافي علشان تخمر. زي ما انتوا شايفين حطيت عليها الكيس بتاعها وسبتها كده في مكان دافي تخمر. تعالوا بقى نعمل الشربات مع بعض. معانا كوباية سكر واحدة، وادي التانية، وهحط كمان كوباية، يبقوا 3 كوبايات من السكر. شربات الزلابية زيه زي شربات القطايف، زيه زي صوابع زينب، زي بلح الشام، شربات بيكون تقيل. اي مقليات يا جماعة في الحلاوة بنعملها بيكون شرباتها تقيل. طبعا في كل فيديو بقول على الشربات علشان بس ايه نكون برضه عارفين يعني. ال- البسبوسة بتاخد شربات خفيف وما أشبه ذلك، إنما الكنافة الجلاش بياخدوا شربات وسط. المقليات بتاخد شربات تقيل. 3 كوبايات من السكر، حطيت عليهم كوباية ونص من المية، ورشة ملح ليمون أو عصرة نص ليمونة المتوفر عندك تقدري تشتغلي بيه. حابة تزودي على الشربات معلقة كبيرة من عسل الجلوكوز، تمام مفيش مشكلة، او من عسل النحل برضو علشان ما يسكرش منك. لو الشربات بيسكر مفيش مشكلة. بس طبعا زي ما بقول في كل فيديو، لو اتبعتي الخطوات انك تحط السكر وعليه المية وتديله تقليبة بسيطة بالمضرب، ولو في اي سكر جه على الجوانب بتاعة الكزرولة اللي انت بتعملي فيها الشربات بفرشة كده وتبليها مية وتبدأي تنزلي السكر، علشان ده اللي بيخلي الشربات يسكر منك وانت ما بتكونيش عارفة. تمام. زي ما انتوا شايفين كده انا بدأت اعمل ايه، بدأت ان انا يعني اهش العجينة واشيل منها كل الخميرة او كل الهواء اللي دخلها، وانا مش عايزة الهواء او الخميرة دي. وهبدأ بعد كده ان انا بمعلقة من المعالق المعيارية او معلقة من معالق الشاي. يا جماعة مش شرط المعلقة دي خالص، هي مش بتعمل شكل بيضاوي والله ولا اي حاجة، هي بس ايه المعلقة اللي كانت قدامي، فهي المعلقة دي زي معلقة الشاي كلها ما بتفرقش. وان شاء الله هنعملها مع بعض كمان مرة تانية، نعملها في الكيس بتاع الحلواني علشان تكون برضو سهلة عليكي اكتر، وشغلها سهل عليكي كمان اكتر من كده. تمام. هبدأ بقى ان انا اشيل كده العجينة، امسك العجينة بايدي واحط الزيت بتاعي بيكون وسط، الزيت بتاعي ما بيكونش سخن قوي علشان ما تاخدش لون من بره و تكون طرية من جوه. بجد بجد الطريقة دي تحفة. ما شاء الله نقلتها وحطيتها في الشربات يعني بتاكلي منها كده من بره مقرمشة ومن جوه طرية وجميلة وشكلها حلو. فان شاء الله لو جربتوا الطريقة دي ان شاء الله هتعجبكم. في حاجة هنا بقى عايزة اقول لكم عليها. الزلابية لازم يكون زيت غزير. يعني زلابية يعني زيت غزير. يعني ايه؟ يعني الطاسة دي فيها زيت اهي وفيها زيت كتير، بس مش اكتر حاجة برضه. فانا استحسنت موضوع انك تقلي في حلة او تقلي في وok غويط او في اي حاجة غويط. انا حطيتها كده وطلعتها بيضة زي ما انتوا شايفين، ما خدتش اي لون خالص، مجرد ان هي اتشمعت طلعتها. تمام. اللي طبعا لان احنا هنقليها مرة تانية، علشان بقى المرة التانية ديت نقلي فيها، فانا ما حبيتش اعمل في الطاسة، عملتها في الحلة علشان في الحلة الزيت بيكون كتير كده وبكون مغطية كلها. زي ما انتوا شايفين كده هبدأ ان انا اقليها المرة التانية. زي ما قلت لكم الزلابية بتتقلى على مرتين. إيه حابة تقليها على مرة واحدة تمام، تبقى تهدي النار بقى ويعني ايه معاكي شوية، بالك معاكي شوية. انما انا بحب اشمعها كده اوديها يعني التشميعة بحيث ما تبقاش عجين، وبعد كده ابدأ تبرد. يعني يا جماعة بتبرد خالص بعد ما المرحلة الاولانية بسيبها تبرد خالص او بحطها في الفريزر لمدة 5 او 10 دقايق، وبعد كده ببدأ ان انا اطلعها واحطها في زيت واقليها تاني. ما شاء الله بتديني شكل، شوفوا شكلها عامل ازاي، بتكون شكلها زي الذهب وطعمها في منتهى الجمال ومقرمشة قرمشة مش طبيعية. لو فضلت معاكي لتاني يوم يعني بجد بجد الوصفة دي من انجح الوصفات اللي انا عملتها، ولو فضلت معاكي يومين او 3 مش هتطرى، صدقيني مش هتطرى ومش هيجرى لها اي حاجة. يعني ما تقلقوش طبعا خالص من الحتة دي.
هحطها بقى في الشربات التقيل بتاعي. شايفين الشربات لونه عامل ازاي؟ مش فيه اي حاجه، بس نتيجه ان الشربات بتاعي بسكر من اللي هو الغامق مش الفاتح. وده طبعا ما يضرش خالص في الوصفه، بل هيديها لون ذهبي زياده. وهتكون شكلها زي ما انتوا شفتوا كده. احطها في الشربات وهطلعها. حطيتها كده في 4 بولات صغيره. 3 كوبايات دي اعملوا له كميه حلوه قوي. طعمها في منتهى الجمال وشكلها حلو قوي قوي قوي. ان شاء الله مش هتندموا ابدا على الطريقه، وهتجربوها ان شاء الله على ضمانتي. مش هيجرى لها اي حاجه، وهتطلع معاكي مدوره وشكلها حلو زي ما انتوا شفتوها كده. وهتطلع في منتهى الجمال. عندك بقى اي صوصات حابه تحطي تمام، ما انتش حابه تحطي اي صوصات برضو براحتك. انا حطيت اول واحده كده عليها بلوبيري، اللي هو صوص التوت الازرق. وتاني واحده كده هحط عليها برضو صوص كراميل. واتنين هسيبهم ساده، مش هحط عليهم اي حاجه خالص. تمام. زي ما انتم شايفين كده. الصوصات بتاعتي علشان كانت في التلاجة فتقيلة شوية. فانا برضو ايه يعني هسيبها كده شوية تفك مع نفسها، وابدأ بقى ان انا احط كده. حطيت عليها صوص كراميل وصوص بلوبيري، وحطيت شوية شوكولاتة على دي، ونصها كده من الفستق مطحون، وواحدة سبتها سادة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله.